بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في اكله ووصفه سهله. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالي بقى، لو عندك اقل من نص كيلو لحمه مفرومه او ربع كيلو، تعالى هنعمل بهم اكله حلوه قوي مع بعض. انا كان عندي حوالي نص كيلو من اللحمه المفرومه او اقل، عملوا معايا كميه حلوه قوي من الكفته. ممكن تعمليها بربع كيلو من اللحمه المفرومه، وباقل كميه موجوده عندك هتعمليها، مش هتاخد معانا وقت خالص. يلا بينا نسمي الله ونبدا على طول. بقى قرن فلفل اصفر هاخد ربعه بس هفرمه ناعم، ومعايا بصلايه واحده هفرمها ناعم وهعصرها وهشيل ميتها، وقرن واحد من الفلفل الرومي يكون صغير هفرمه برضو ناعم، وكمان ربع قرن من الفلفل الاحمر، وحوالي معلقتين مفرومين من ورق البقدونس، و3 فصوص توم مفرومين. معايا بقى حوالي نص كيلو من اللحمه المفرومه، هحط عليه البصلايه اللي احنا فرمينها ناعم ومصفيين الميه بتاعتها. بعد كده هحط عليها الفلفل اللي احنا فرمناه بقى، وورق البقدونس، و3 فصوص توم اللي احنا فرمناه. بعد كده هحط معلقة كبيرة من النشا. ميزة معلقة النشا دي بقى ان هي بتخلي الكفتة متماسكة معانا وما بتفكش ابدا لما بنحطها في الصلصة. وهحط معلقة كبيرة من البقسماط الناعم. بعد كده هحط التوابل، وهي عبارة عن معلقة كبيرة من بهارات الكفتة، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من توابل ماجي، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الدقيق، واخر حاجة هنحط بضاية تربط معانا الكلام ده كله. بعد كده هنعجنها كويس قوي بايدينا لحد ما تتمسك معانا كويس. لو حسينا ان هي لسه طرية هنضيف عليها شوية كمان من البقسماط. هنفضل نعجن فيها كده لحد ما احس ان هي لمت معايا خالص وما بقتش تلزق في ايدي. المهم نخليها طرية برضو معانا شوية، ما نخليهاش ناشفة قوي، علشان هي كده كده لما تدخل التلاجة البقسماط اللي احنا حطيناه هيتشرب اي سوائل فاضلة في الكفتة. خلاص كده هي بقت تمام معايا، هروح احطها بقى في التلاجة. بعد بقى ما سبتها حوالي نص ساعة في التلاجة هطلعها بقى علشان اصبعها. شوفي بقى عملت معانا كمية كبيرة جدا من الكفتة، تقريبا النص كيلو عمل معانا حوالي كيلو من الكفتة. هبل ايدي الاول كده شوية زيت، بعد كده هكورها وهرصها في الصينية. انت ممكن تعمليها كور او ممكن تعمليها صوابع، الشكل اللي انت حباه، بس هي الاكله دي بتبقى كور احسن، بيبقى شكلها الطف بكتير. هنعملها كور متوسطه كده قد الليمونه الكبيره علشان بس تستوي معانا، ما نكبرهاش اكتر من كده. هخلصها انا بقى وبعدين ارجع لكم عشان ما اطولش. خلاص كده انا خلصتها، نروح بقى علشان احمرها. هحط بقى طاسه على النار وهحط فيها شويه زيت صغيرين مش كتير، واول ما احطها مش هقلبها على طول علشان ما تتهريش مننا، نسيبها الاول تاخد لون كده، بعد كده نبتدي نقلبها على الوش التاني. ومش لازم تتحمر قوي يعني من كل الجناب، عشان هي لسه هتستوي معانا تاني في الصلصة. خلاص كده انا خلصتها، وهبدأ بقى اجهز للصلصة بتاعتها. هحط 3 مكعبات من الزبدة، بعد كده هنزل بفصوص الثوم المفرومين وعليهم البصل، هنديهم تشويحة كده لحد ما ريحة الثوم تطلع والبصلة تدبل معانا شوية. احنا مش هنحمرهم خالص، يدوب بس ريحتهم تطلع. هنزل عليهم على طول بقرن الفلفل مقطعاه برضو شرايح رفيعة، مش عايزين الفلفل يدبل حتى، يدوب هو بس ياخد تقليبة واحدة. بعد كده هحط عليه التوابل على طول. معايا ربع معلقة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة من ال7 بهارات، ربع معلقة من السكر، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح. ربع معلقة السكر دي مهمة جدا، بتظبط لنا طعم الصلصة وفي نفس الوقت بتشيل منها الحموضة. يدوب احمص التوابل مع البصل وريحتهم تطلع، هنزل عليهم على طول بعصير الطماطم. طبعا احلى طماطم هتعملي بيها المكرونة او حتى اي طبيخ هتسلقيها الاول، بجد بتديكي نتيجة روعة في الأكل. بتجيبي الطماطم وتقومي مقطعاها 4 تربع وحطها في حلة، ومعاها حوالي كوباية من المية، وموطية عليها النار خالص، ومعاها فصين 3 توم. وأول لما تتهري خالص كده أو تدبل تروحي جاية طافية عليها النار وتسيبيها تبرد. بعد كده تضربيها في الخلاط وتصفيها، بعد كده تاخدي أحلى صلصة ما بتاخدش معاكي تسبيكة خالص. بعد كده حطيت مكعب مرق على الصلصة علشان يظبط طعمها، وبعد كده هرص فيها الكفتة يدوب تاخد غلوتين 2 وهطفي عليها على طول. بعد كده هفضي المكرونة الاسباجيتي علشان هروح اسلقها، ودي بقى اسهل طريقة هتفتحي بيها كيس المكرونة. بعد كده كنت حاطة المية بتغلي على البوتاجاز وحاطة فيها معلقة صغيرة من الملح. بعد كده اول ما تغلي هحط فيها المكرونة على طول. زي ما انتوا شايفين انا بقسم المكرونه نصين علشان ما بنعرفش ناكلها وهي طويله كده. ولما تحطيها في الحله حاولي تحطيها وهي واقفه كده،
ما تلزقش معاكي ابدا ولا تمسك في بعضها. ومعاها طبعا معلقه صغيره من الزيت. هخليها بقى تاخد غلوتين كده وهدي النار شويه وهغطيها، وكل شويه تبصي عليها وتحركيها بالمعلقه وتطلعيها 3/4 سوا علشان ما تتعجنش منك. بعد كده هصفيها واحطها في الطبق على طول، دي ما بتستناش خالص. ولو مش هتغرفيها على طول وهتركنيها شويه يبقى لازم تحطي عليها شويه من الزيت. بعد كده هحط عليها الكفته بالصلصه بتاعتها على طول وهي سخنه. وزي ما انتوا شايفين هوزع الصلصة الاول كده علشان المكرونة تتشرب منها، وبعد كده هحط الكفتة على الوش. ممكن تتاكل على طول من الطبق كده، وممكن تشيلي منها وتحطي في الاطباق، والافضل انك تغرفيها في اطباق لو مش هتتاكل على مرة واحدة. بجد طعمها وريحتها تحفة جدا. اتمنى تكون عجبتكم، وياريت تقوليلي رأيك علشان بيهمني. اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.